السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي نلقاكم في احسن الاحوال. جبت لكم طريقه ديال البسطيله عصريه وتقليديه في نفس الوقت، بسطيله ديال المناسبات الكبار. تبعوا معايا المقادير ونبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد البسطيله هذه غادي تحضرها معكم الاخت ديالي. اول حاجه بدينا بالبصله اللي مطحونه، ثومه مدقوقه مع الزعفران الحر، 2 معالق كبار ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال السكينجبير، 2 معالق كبار ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال قاع قله وبسيبيسه، الزهر. وغادي ندوزو باش غادي نرقدو الدجاج ديالنا. انا هنايا اختاريت كميه كبيره، عندي 4 ديال الدجاجات، وانتوما على حسب الكميه اللي عندكم. الاقامه كتبقى على حسب القياس اللي عندكم ديال الدجاج. هنايا انايا وضعت عليه شويه الزعفران الحر، مرقته وغادي نوضعو يطيب فوق البوطه. هنايا ربطت شويه ديال المعدنوس وقررت شويه ووضعته عليها من الفوق. هنايا انا اختاريت كل بسطيله كنوضع فيها كيلو وربع ديال اللوز، وانتم على حسب الاختيار. هنايا انا كنقي اللوز وغادي ندوزو باش غادي نحضروا البصله ديالنا. كنشلضوا البصله بهذا الشكل هذا حتى كنشلضوها مزيان كامله، وعاد غادي ندوزو باش غادي نديروا ليها الاقامه ديالها. بالنسبه للاقامه غادي ناخذوا عاوتاني 2 معالق كبار ديال القرفه، وكنديروا فيها سكينجبير، معلقه كبيره سكينجبير، الخرقوم، وكنوضعوا فيها شويه ديال الابزار، وعندي نص كاس ديال الزهر، كنوضع عليها الزيت وكنوضعها فوق البوطه كتشحر. انا ما وضعت فيها لا ماء لا حتى شي حاجه، كنمهل عليها البوطه وكنخليها كتعسل حتى كتعسل بهذا الشكل هذا. عفوا القياس ديال السكر تقطع ليا الفيديو، درت فيها غير القياس ما تجيش حلوه بزاف، شويه ديال السكر وخليتها كتعسل. هنايا ديك المرق ديال الدجاج مني كيطيب كنصفيوها بهذا الشكل هذا وكنخليوها حتى هي كتطيب حتى كتدغمر. مني كتدغمر كناخذوا القياس اللي غنطيبوا فيه البيض، وما تبقى كنزيدوه على الدجاج. كناخذوا الدجاج ديالنا كنفرتوه وكنوضعوا عليه هذا المرق. هنايا ها هو اللوز ديالي من بعد ما قليته بهذا الشكل هذا طحنته. دابا غادي ندوزو غادي نحضروا البيض. بالنسبه للبيض داك المرق اللي بقى لينا غادي نطيبوا فيه البيض انايا اختاريت هنايا درت 30 بيضه، وانتم على حسب الاختيار ديالكم. صافي كنبقى غادا كنحرك فيه بهذا الشكل هذا بشويه بشويه حتى كيوجد. مني كيوجد كنصفيوه وكنوضعوه فوق الدجاج ديالنا وكنحركوه مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا، وكنبداو وكندوزو باش كنحضروا اللوز ديالنا. بالنسبه للوز اختاريت هنا 1.5 ديال السكر على حسب اللوز اللي عندكم، 2 معالق كبار ديال القرفه، الزهر، المسكه الحره. ضروري ما نديروا المسكه الحره باش كيجينا داك اللوز معلك. صافي كنخدموه بهذا الشكل هذا حتى كيتعلق. كندهنوا الطاوه اللي غادي نوضعوا فيها بسطيله. ديك المرق اللي كيتبقى ليا ديال الدغميره كندهن به الورقه بهذا الشكل هذا، وباش كتجينا بسطيله مدغمره، عفوا باش كتجينا البسطيله بنينه. صافي بهذا الشكل هذا كنبقاو غاديين بها غاديين وكنقادو. راه كلشي كيعرف كيفاش كيسمق بسطيله. غير انايا كنبدا غدا وكنوضع عليها البيض، ضروري ما نسدوها بالبيض باش كتجينا ديك الورقه ديالها صامته ما تحلش لينا في الفران وما تعذبناش. صافي كنبقى غدا كنقاد فيها بهذا الشكل هذا حتى كتقاد ليا اللوز، ما كيبقى ليا حتى شي قنت خاوي. كنوضع عليها الدجاج وكنبقى غدا كنقاد فيه حتى هو ما تبقى ليا حتى شي بلاصه خاويه. صافي كنشدوا الورقه ديالنا ملي كنكونوا كنطويوها كنبقاو نطويوها بحال البلي بحال هكا باش كتجينا ديك بسطيله صامته وما كتعذبناش في الطياب. صافي كنبقاو غاديين بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا بسطيله ديالنا.
هيا بسطيله ديالنا من بعد ما طابت جات محمره ومقروشه، ما غاديش نشكرها لكم بزاف، كنتمنى منكم تجربوها. صافي انا اختاريت نزوقها بهذا الشكل هذا باللوز والسكر كلاصي والنوغا، وانتم على حسب الاختيار ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتدعموني وتبارطاجيو مع العائله ومع الصحاب باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديالي بالصحه والراحه. الى اللقاء لفيديو اخر.